بعد ما تسمع الفيديو راح تكون فحل بالتخت، وراح يكون عندك انتصاب أقوى من انتصاب الخيار، حتى لو ما بدك إياه يكون هيك بس راح يكون عندك إياه هيك. فأفضل 5 نصائح مشان يكون عندك انتصاب قوي، حتى تحسن المعاشرة الجنسية، حتى يكون عندك العلاقة أحسن، سواء كنت متزوج ولا ما كنت متزوج، سواء كنت عزابي ولا ما كنت عزابي. لأنه حاليا أنت في النفترض أنت عزابي حاليا، بس راح تتزوج بالمستقبل، فهالنصائح هي إذا بتعمل فيها راح تفيدك بالمستقبل. هي ما نصايح كيف بحكي لك، من النصايح السحريه بتعمل اليوم وبكره عندك اياها اللي يكون عندك انتصاب قوي وكل الامور عندك منيحه وهيك. فحتى لو انك عزابي حاليا اعمل بهالنصايح هي، لانه راح تفيدك بالمستقبل، راح يكون عندك الانتصاب القوي لما راح تحتاجه يعني. فراح يكون عندك الاداه او السلاح اللي بدك تستعمله بالوقت اللي انت محتاجه اكثر شيء، حتى ما تطلع بالفشل، حتى ما تطلع بالخجل. وقبل ما احكي لك النصائح اعمل لايك سبسكرايب للقناه وندخل بالفيديو. اول نصيحه بسيطة بسيطة جدا، بلش من أسهل وحدة، من أبسط وحدة. أنت نصر على الشيء اللي ما كنت متوقعه، ولا الشيء اللي هيك شوي اللي ما تفكر فيه. أما أول نصيحة، لو إنه وزنك زايد شوي اضعف. إذا تضعف بساعدك إنك يكون عندك اللياقة أفضل، بيكون عندك حركة أفضل، بيكون عندك إنه حتى إنه تخيل أنت عندك ما بدي صور لك اياه، بس تخيل انت هيك بينك وبين نفسك عندك الانتصاب قوي، بس عندك شيء اللي يمنع، عندك مثل الكرش، عندك اللي بيخلي انه ربع الانتصاب تبعك بيروح على الفاضي. فلو عندك الوزن زايد شوي اضعف، بسيطة جدا. حتى انه لما بتضعف بيكون عندك ما بيكون عندك الصعوبة بالحركة، ما بيكون عندك هالامور اللي بتخليك هيك شوي انه بتتحرك بشكل اسوأ. فاما النصيحة الثانية كمان بسيطة، تناول الغذاء المناسب لإلك، تناول الغذاء اللي بيفيدك او اللي بيكون متناسب ومتنوع وبيكون متوازن بنفس الوقت. يعني بتاكل بروتينات، بتاكل دهون، وبتاكل كمان الشغلات اللي الكربوهيدرات، وبتاكل الخضروات، وبتاخذ الاوميجا 3 الاوميجا 3 والاوميجا 6، ان اكثر شيء بيفيدوك بالامور هي. بالاضافه انك تاخذ الاوميجا 3 وتاخذ الاوميجا 6، ممكن انه بنصحك بسبلمنت، او انه شيء انه سبلمنت، ولا شيء انه بضيف لك يعني مثل الاشواغندا كثير مفيده. الاشواغندا ممكن تاخذها وبيعطيك انه دفعه، مثل بوش انه لك هيك. ممكن تاخذ الاشواغندا، ممكن تاخذ المولتي فيتامينز، ممكن تاخذ الامور هيك كلياتها اللي بتعطيك مثل البوش، بتعطيك مثل الدفعه اللي بتفيدك. فبالاضافه يعني مثل ما حكيت لك الاوميجا 3 اوميجا 6 هي امور كثير مهمه اللي لازم تاخذها. اما في عندك المولتي فيتامينز كمان، ممكن تاخذ مثل ما حكيت لك الاشواغندا. اما الامر الثالث هو كمان نفس الشيء، امر بسيط جدا، يعني اعمل رياضه. اعمل رياضه مثل ما حكيت لك، نبلش بالامور البسيطه نوصل على الامور اللي اكثر اللي ما فكرت فيها. فثالث شغله اعمل رياضه. فانت لما بتعمل رياضه، الرياضه عندك انه بتخليك اقوى، بتخلي عندك لياقه اكثر، بتخلي عندك انه حتى لما بتتحرك، حتى لما بتعمل الجهد اللي بتعمله بوقت المعاشره اللي كلنا نعرف انه لازمك جهد لحتى تتحرك. يعني ما فيك تعمل هالنشاط الحركي هذا بدون ما تتحرك. فانت لما بتعمل رياضه بتلقى انه عاد ومسترخي، يعني انت فعليا مسترخي لما بتعمل الجهد اللي بالمقارنة لناس تاني اللي ما بتعمل رياضة. هي بتعمل جهد إضافي، هي بتعمل إنه مثل كأنه بنقطع نفسها. فأنت لما بتعمل رياضة غير إنه عندك اللياقة أكتر، عندك كمان ليونة بالجسم أكتر، ممكن يعني فهمك كفاية، ممكن تعمل حركات إضافية، ممكن تعمل كل الأمور هاي. أنت كمان بيكون عندك إنه الشرايين عندك بالجسم بيكون إنه ما تكون معرضة إنه بتكون متوسعة أكتر، بيكون الدم واصل بشكل كامل بشكل تام على كل الأعضاء جسمك، بالإضافة للعضو الأهم بواحد اللي بنحكي فيه ما بدنا نذكر اسمه يعني. بيكون عندك إنه الدم بيوصل بشكل كامل ووافي وكافي، وبكون قلبك بيشتغل بشكل كافي. فالدم بيوصل شو هو الانتصاب؟ الانتصاب هو إنه الدم بتدفق وبيوصل للمحل اللي بصير انتصاب، اللي هو
القضيب. يعني خلينا نحكي من الآخر، يعني اللي الواحد بحس هيك بحرج إنه بيحكي بيحكي القضيب ولا بيحكي هيك، بصير عندك إنه القلب بيشتغل كويس، فالدم بيوصل على القضيب، بصير انتصاب، وهذا هو اعمل رياضة. أما الأمر الرابع، إذا بتدخن اترك الدخان، يعني لأن الدخان شو حكينا قبل شوي، إنه الرياضة بتعمل عندك إنه تدفق الدم بالجسم بيكون أفضل، فالدم بيوصل وبصير انتصاب. أما أنت إذا بتدخن هالشي بعرضك على المدى البعيد، إنه حتى حاليا يعني ممكن أنت يكون لك 5 سنين 10 سنين بتدخن، بس هالأمر يعني بيكون اوريدي مأثر فيك. فممكن الدخان إنه بيعمل عندك تأثير إنه شرايين الدم تضيق، شرايين الدم تصير مثل الستينوزا، ولا تصير مثل إنه بصير عندك إنه مثل كأنه شيء، شرايين الدم تضيق، الدم ما بيوصل مثل ما لازم. فهالشي بيؤدي إنه ما بيوصل الدم كفاية على القضيب، فهالشي بيؤدي إنه ما بيكون عندك انتصاب بالشكل اللي تتمناه، ولا بالشكل اللي بيكون لازم بيصير انتصاب لحتى بيصير معاشرة جنسية. فلا تدخن لحتى يكون عندك انتصاب قوي. أو مثلا أنت بتدخن، ممكن إنه فلنفترض إنك تدخن، لا يعني من الآخر لا تدخن، بس إذا بتدخن اعمل رياضة، اعمل رياضة وزيد بالرياضة، لأنك لو بتدخن ممكن إنه بيساعدك الشيء انك تعمل رياضة. يعني لو ما فيك تترك الدخان، حاولت وجربت، اعمل رياضة. لو انك ما تعمل رياضة، اعمل رياضة. فهمت علي كيف؟ فاذا فيك تترك الدخان اترك الدخان، بس اذا ما فيك تترك الدخان، حاولت وكررت ما بتعمل رياضة، اعمل رياضة. ممكن انه هالشيء يعمل شوية توازن، يعني احسن. يعني خلينا نحكي من الاخر، الواحد احسن انه لو بدخن بترك الدخان، بس اذا ما فيك اعمل رياضة، وان شاء الله بالمستقبل راح يكون فيك تترك الدخان ان شاء الله. اما الامر الخامس اللي بحكي لك اياه، انه بتنام منيح. بعرف انه فكرت انه هي شغلة النوم شو دخل النوم، انه الواحد بيكون عنده اتصال قوي. انت لما بتنام وظائف جسمك عن جسمك مثل كانه بيعمل فرمتة. يعني كيف الكمبيوتر لما بيعمل فرمتة، جسمك نفس الشيء بيعمل فرمتة لما انت بتنام. فانت لما بتنام جسمك بيعمل إعادة فرمتة، بيعمل إعادة ضبط مصنع بشكل شرمحي هيك يعني. فجسمك بيكون بفيق بعد 7 ساعات 8 ساعات، بيكون مسترخي أكتر، بيكون الوظائف الجسم رجعت أحسن مثل ما كانت. ف نام منيح لحتى توصل على الشيء اللي حتى توصل على الصلابة أو الانتصاب اللي بدك إياه. وبهي النصائح بشكل عام بشكل سريع، حبيت إنه ما بدي أطول عليكم، أو ممكن أعطيكم بونص بالنهاية. المكسرات أو هي الأمور اللي هي الدهون الصحية ممكن بتساعدك إنه يكون عندك الانتصاب أقوى. يعني المكسرات أو الموالح أو الكاجو أو الأمور هي ممكن بتساعدك، بتضيف للشيء اللي حكيته قبل شوي. وإذا بدك يكون عندك انتصاب أقوى كمان، خليني أحكي لك إنه ممكن تعمل الشيء اللي ممكن بفيدك. يعني فأحسن شيء ممكن تعمله هو إنك تعمل رياضة كل يوم. هي من كل النصائح، إما الرياضة كل يوم راح بفيدك. مثل ما حكيت، شو هو الانتصاب؟ دم بتدفق على القضيب اللي بيخلي القضيب ينتصب. فإذا بتعمل رياضة أحسن، قلبك بيكون أحسن، جسمك بيكون كله على بعضه أحسن، وعندك قضيبك بيكون منتصب أحسن. وهذا هو كان الفيديو بشكل عام. معك دكتور عدنان. يا ريت لو بتترك لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وبدك تبعت الفيديو لحد تاني بتحكي له عندك القضيبك اللي ممكن تعمل مزحة، يعني بتحكي له تبعت الفيديو، بعرف عندك عندك انتصاب مثل ما لازم، فهذا الفيديو ممكن بفيدك. وبس، كان معك عدنان. سلام.